السلام عليكم، اهلا بيكم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما انتم شايفين الكسكسي معانا. هنعمل مع بعض النهارده كسكسي بطريقه بسيطه وسهله جدا ومش متعبه، وان شاء الله يطلع معاكي ناجح من اول مره. شايفين زي ما انتم شايفين كده طالع جميل ومش معجن ومش مكتل زي ما انتم شايفين كده. هقدمه بقى، هحط عليه شويه من السمنه، سمنة بلدي، وحابة تحطي بقى اي نوع سمنة تحبيه تمام، بس هو طبعا بالسمنة البلدي بيكون طعمه جميل جدا. احنا بنحب ناكله بالسكر، في بقى ناس بتحب تاكله بالشوربة مع البط بقى وكده او اللحمة. تمام، حطيت بقى عليه سكر بودرة واي نوع بقى مكسرات عندك هتقدميه بالشكل ده. انا كان عندي فول سوداني فقدمته بالشكل ده زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم بقى طعمه جميل جدا وخفيف ومش بيشرق خالص معاكي، يعني وانتي بتاكلي المعلقه كده. الكسكسي الحلو اللي هو تاكليه ما يشرقكيش وخفيف جدا. تعالوا بقى نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، وتابعيني للاخر عشان هنقول تفاصيل مهمه هتطلع معاكي الكسكسي ناجح من اول مره. اول حاجه بقى هننخل الدقيق بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. لازم ننخل الدقيق علشان لو في اي حاجه بقى كده ما تكونش موجوده معانا في العجين، وخصوصا ان هو دقيق سايب. تمام، هجيب نص معلقه من الملح، نص معلقه كبيره من الملح على ال2 كيلو دقيق. انا هنا مستخدمه 2 كيلو دقيق، يعني لو كيلو دقيق هتستخدمي ربع معلقه من الملح. تمام، مش هضيف اي حاجة عليه خالص، هو الملح وبس. معايا بقى مية، هنا معايا لتر مية. هشوف احنا هنستخدم مية قد ايه. تمام، بترشي بقى المية كده بسيط وتقلبي، بترشي بايد وتقلبي بايد وتدوري بقى كده الدقيق بتاعك كده تلفيه بالمية بالشكل ده. اهم حاجة ما ترشيش المية كتير علشان ما يعجنش منك. شايفة بنرش بايدين وبنلف بالايد التانية وبتبرمي كده الدقيق، يعني تكوني مثبتة ايدك على الدقيق وبتلفي ايديكي، مش بتعجني، يعني ما تعجنيش عشان العجين الدقيق ما يعجنش معاكي. بتلفي، بتثبتي ايدك على الدقيق وبتلفي الدقيق بالميه. زي طريقة البس، بس الاول احنا هنا مش بنبس، احنا هنا بنلف الميه مع الدقيق. تمام، وبتضغطي كده عليها. طبعا ايدك بتكون خفيفة على الدقيق، بتضغطي كده بسيط علشان كمان برضو ما يعجنش معاكي. لو عندك بخاخة كمان هتكون افضل، بخاخة مية كده وتبخي بيها على الدقيق وتلفي هيكون افضل. لو شايفة ان انتي ممكن ترشي دقيق، ترشي مية كتير وممكن يعجن معاكي، استخدمي البخاخة احسن. تمام، بتقلبيها بقى كده بالشكل ده، وكل مادة بترشي برضو المية. شايفة بنرش حاجة بسيطة ونلف. بلم كده الدقيق معايا بالشكل ده. ان شاء الله تشوفي الفيديو معايا للاخر وهتعملي احلى واطعم كسكسي ممكن تاكليه. والله مش عشان انا اللي بقدم الفيديو ولا حاجة، بس عايزة اقولك انه طعمه جميل جدا وخفيف كده وانتي بتاكليه. يعني في كسكسي كده بتاكليه بيبقى معجن كده ببقك، او اللي هو بيلكم كده في البق، او بيبقى مكبوس كده في البق. فاهماني؟ مش عارفة انا بقولها صح ولا ايه.
تمام. هنا بقى كده انا ببس، يعني بتبسي بقى، يعني بعد ما لفيتي بقى دقيق بالميه كده بالشكل ده، بسي بقى ايه الدقيق على ايديكي كده بالشكل ده، وافركي زي ما بنعمل القرص، زي ما بنبس القرص كده. احنا بنبس القرصة بالسمنة، لا احنا هنا بقى بالمية بنبس الدقيق كده بالشكل ده. طبعا بقى ما تحطيش مية الا لما تبسي الدقيق كده وتشوفي المية مع الدقيق كده رطب معاكي ولا لا. بتلاقيه عامل كده زي حبيبات الرملة، شايفة؟ هو المفروض ان انتي بعد ما بتلفيه كده بالدقيق بتاخديه بتطحنيه في الكبة على طول، بس في المرحلة دي هيكون احسن علشان الدقيقة ما تعجنش منك. شايفة عاملة ازاي؟ بالشكل ده بتاخدي شوية شوية كده وتلفيهم على ايديكي او تبسيهم على ايديكي. طبعا لو ما عندكيش، انا هنا هعمله في الكبة، لو ما عندكيش كبة وعندك غربال، بعد ما تعمليه بالطريقة دي هتغربليه بقى، يعني هتعمليه في الغربال. ودي هي الطريقة الأصلية بتاع حبايبنا اللي هم في الأرياف، ما بيعملوهوش إلا بالغربال وبالشكل ده. يعني بيروحوا لافين الدقيق كده بالشكل ده بالمية ويبسوه، وبعد كده يروحوا حاطينه في الغربال، وبعد كده بيرفعوه على البخار زي ما انتي شايفة كده. انا لقيته محتاج رشة من، انا استخدمت هنا هوت اللهم صل على سيدنا محمد، نص لتر من المية، يعني نقول 500 ملي من المية. هما 2 كيلو من الدقيق خدوا 500 ملي من المية. تمام. شايفين؟ المفروض بقى ان انتي لو عندك غربال هتغربليه بعد ما تعمليه بالشكل ده. ما عندكيش غربال، احنا بقى هنعمله في الكبة بطريقة سهلة كده وبسيطة ان شاء الله. هبقى اعمل لكم فيديو الاصلي بقى، الكسكسي الاصلي اللي هو بيتعمل بالغربال. تمام. بس طبعا الطريقة دي سهلة جدا وبسيطة وبتسهل عليكي كتير. لو وصلتي معايا لحد هنا ولسه ما ضغطتيش لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة لو لسه ما اشتركتيش، ونفعل الجرس عشان يوصلك اشعارات بوصفاتنا وكل جديد منا. وقولي لي بقى بتتابعيني منين وبتشوفي فيديوهاتي ولا لا، وشير لو بتشوفيني من على الفيس. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ولايك، وضغطي متابعة برضو لو بتشوفيني من على الفيس. تمام. شايفين طالع معايا عامل ازاي؟ احنا بنضربه لفتين بس، ما تضربيش كتير عشان ما يعجنش معاكي. هي ضربتين واحدة بس في الكبة بيطلع معاكي كده. عارفة شايفة عامل ازاي؟ عامل زي حبيبات الرمل كده رطب. هاخد كمية من اللي انا عملته بالمية ده وهطحنه كده بالشكل ده. اطحنيه بقى كل الكمية اللي عندك كده بنفس الطريقة. تمام بالشكل ده كده خلاص. شايفين ما شاء الله ما فيش حاجة معجنة معايا خالص. وعايزة اقولك لو بتضربيه كده في البتاع او المية زادت معاكي شوية وانتي بترش المية كده وبتلفيه وزادت معاكي، ما تخافيش، حطي رشة من الدقيق واضربيه في الكبة، هيتطحن معاكي لو ايدك خدت شوية في المية او عجن سنة. تمام. شايفين زي ما وريكم كده بالشكل ده. معايا حلة على النار فيها مية بتغلي، طبعا ما كنش مالية الحلة قوي علشان المية ما تحصلش المصفى بتاعتي. عندك حلة بقى بخار بتاع الكسكسي هتعملي عليها. طبعا هنا انا بقولك المية ما توصلش للمصفى. ومعايا هنا بقى شال ابيض كده او اي قطعة من القماش عندك قطن بقى كده بالشكل ده، هتبدأي تعملي فيها. بس اهم حاجة ما يكونش فيها اي روايح او اي حاجة من المسحوق مثلا، يعني اي ريحة من ريحة المسحوق،
عشان الكسكسي ما يلقطش معاكي. شايفين الكسكسي بتاعي ما شاء الله اللي هو لسه كمان ما اتحطش على البخار، وشايفين عامل ازاي زي حبيبات الرمل بالظبط، ولا كتل ولا عجن معايا ولا اي حاجه. دي اول مرحله بقى هنحطه على البوتاجاز لمده نص ساعه. اول حاجه بترديه بقى كده على البخار نص ساعه، وهتغطي عليه كويس علشان يتكمر بقى كده في البخار ويستوي معايا. تمام، حطيت الكميه كلها اهي بالشكل ده. طبعا الكسكسي ده انا عايزه اعمله بقالي فتره، بس يعني سيف ابني ربنا يحفظه ويحميه يا رب، بقاله فتره بيطلبوا مني، وانا كل يوم اقول له حاضر حاضر، علشان برضو حابه ان انا ما اعملهوش على السريع، وكنت عايزه ان انا اصوره لكم لو حد حابب يشوف الطريقه. هنا بعد نص ساعه او لسه ما كملتش نص ساعه، انا بقول لكم ان انا هغطيه كويس علشان يتكمر كده في البخار ويستوي كويس. هسيبه نص ساعه وارجع لكم. شايفين انا غطيته كمان بحته الشاشه او القماشه دي من فوق علشان اي بخار ما يطلعش بره. هنا بقى بعد نص ساعه رجعت له بالشكل ده. شايفين بيكون معاكي بالشكل ده ما شاء الله، طالع جميل ومش معجن. ده علشان انا ما يعني المية طالعة معايا مظبوطة، مش مزودة مقدار المية في العجين او في الدقيق. بتضغطي عليه كده بتسمعي صوت الرنة، يبقى كده ايه استوى معاكي. هناخده بقى اخبطيه خبطتين كده بالشكل ده علشان يفكك معاكي، يعني لو في حاجة مكتلة من تحت بتفك معاكي. طبعا احنا اول مرحلة عملناه زي ما شفتوا. تمام، دي تاني مرحلة بقى هنرده بالمية تاني. حابة بقى في المرحلة دي حابة ان انت ترديه بدل ما ترديه بالمية ترديه بالحليب، تمام. بس لو رديتيه بالحليب هو هيتاكل على طول، مش هيقعد وقت اطول. انا هنا بعمله بالمية علشان ياخد وقت معايا اكتر ويقعد فترة اطول. يعني لو عملتيه بالحليب ده بيحتاج ان انت تاكليه على طول، ما بيقعدش، يعني بيتاكل في نفس اليوم. لكن بالمية لما ترديه بالمية بيقعد بقى معاكي. انا كمان بعمله في اكياس وبشيله في الديب، ووقت بقى ما احب افطر منه او اتعشى بطلعه ويتسخن عادي بمعلقة سمنة، بيكون طعمه جميل جدا. هنا بقى بفككه، شايفين ما شاء الله مفيش حاجة معجنة ولا ملزقة ولا اي حاجة. شايفين التكتلات دي مجرد ما بضغط عليها بايديا بتفك على طول. شايفين هو لسه سخن، طبعا انا بعمله بالمعلقة الاول علشان سخن وخلي بالك. وهنا بقى بعد ما هدي شوية شايفين بفككه ازاي بتفك معايا بكل سهولة. ما شاء الله عليه طالع معايا زي الرمل، وده علشان نسبة المية مظبوطة، ما زودتش مقدار المية في العجين او في الدقيق. هنا ال2 كيلو خدوا معايا 500 ملي من المية، يعني نقول حوالي نص كيلو من المية. او لو هتعملي بقى كيلو دقيق هتحطي حوالي كده 250 جرام او 250 ملي. تمام، انا بقى هنا هرده بكوباية من المية زي ما قلت لك. حابة ترديه باللبن او الحليب
يبقى كوباية من الحليب وتعملي بنفس الطريقة. برضو بترشي المية تدريجي كده، ما بتنزليش بالمية مرة واحدة علشان ما يعجنش معاكي. تمام زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. عايزه اقول لكم بقى الكسكسي ده انا عملته قبل كده، يعني في شغلي كنت بطلع منه اوردرات، والحمد لله بفضل الله كان بيعجب كتير جدا. كل اللي خده بصراحة، يعني كل اللي اخد منه بصراحة شكر فيه وشكر في طعمه، وكانوا بقى كمان بيطلبوا مني تاني. بس في وقتها يعني وقت ما بطلت بقى عمايله كانت الكبة بتاعتي باظت، يعني بسم الله ما شاء الله من كتر الشغل عليه، فما حبيتش بقى ان انا اطلعه تاني. فلو حابة ان انتي تعمليه في شغل، يعني تجيبي بقى الغربال، يعني الغربال يبقى عندك، هيوفر بقى معاكي كمان كهرباء، وفي نفس الوقت يعني ايه هتحطي بقى في الكمية على طول. وخلي بالك يعني في الغربال كمان هيطلع معاكي على طول، يعني هيطلع معاكي ايوه، يعني مش هياخد معاكي وقت كشغل يعني. لو حابة تعمليه مشروع ابدأي واعملي بالشكل ده. هنا خلاص انا خلصت كوباية المية اهي بالشكل ده، وببس كده الكسكسي معايا بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، او بلفه بالمية. مرضتش اجرلكم الفيديو علشان تشوفوا كل التفاصيل وتستفادوا اكتر. دي كده تاني مرحلة عملته بالدقيق بالمية، لفيته بالمية، هتلفيه بالمية او باللبن او اسمه رديته، يعني ترديه بقى، ترديه بالمية او بالحليب. تمام. هاخده بقى مرة كمان اضربه في الكبة. والله هو انا شايفة كمان ان هو مش محتاج ان احنا نضربه كمان، يعني بسم الله ما شاء الله طالع معايا جميل، ولا معجن ولا اي حاجة، بس يعني هنضربه برضو علشان يطلع معانا احسن واحسن. بتضربيه ضربتين بس علشان ما يعجنش معاكي. تمام، هي لفتين وخلاص. شايفين ما شاء الله طالع زي الرمل. بتضربي بقى كل الكمية كده بنفس الطريقة. شايفين مفيش اي حاجة معجنة ولا مكتلة ولا ما شاء الله عليه. طبعا زي ما قلتلك في المرحلة دي لو ما عندكيش كبة هتعمليه في الغربال.
تمام كده خلاص خلصنا الكمية كلها وردنا بالمية زي ما انتوا شفتوا اهو، زي ما انتوا شايفين ما شاء الله عليه. تعالوا بقى هنروح نرده على الحلة تاني، على البخار بقى كمان مرة. هنا هجيب الشال بتاعي تابعيني للاخر وهقولك كمان في الاخر طلع معايا قد ايه كمية من الكسكسي. معايا حلة على النار فيها مية بتغلي. انا اول مرة نسيت اقولك، انا هنا بقى زودت تاني مرة رحت مزودة مية، وكمان انا في اول مرة حطيت شوية من الخل علشان الحلة بتاعتي ما تغمقش، فنسيت اقولها لك في اول مرة. تمام. هنا هنزل بقى، حطيت المصفى وهنزل بالكسكسي بتاعي كده بالشكل ده وهغطيه بقى كويس. تمام. هفتح بس عليه واشوفه كده متساوي ولا لا في الحلة علشان ما يبقاش مكتوم بس كده ومكبوس في جنب واحد. بسويه كده في المصفى وبعد كده اغطي بقى عليه كويس علشان يستوي على البخار ومفيش بخار بقى يطلع من الحلة. تمام. الفتحات بقى اللي من الحلة دي كده بحط عليها فوطة او تحطي عليها حاجة كده زي ما انت شايفة كده علشان البخار ما يطلعش بره. هسيبه بقى ساعة ونرجع بعد ساعة نشوفه هنعمل ايه. رجعت هنا بقى تاني مرة بنسيبه ساعة، يعني اول مرة بنسيبه نص ساعة، تاني مرة بنسيبه ساعة، ورجعت بعد ساعة بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. نشيله بقى كده من المصفى. سامعين تخبطي عليه كده بقى بتسمعي صوت زي صوت الطبلة كده، ده كده يبقى استوى. هنطفي بقى النار لان انا مش هرجعه بقى على النار تاني، انا رجعته مرتين وخلاص على كده، يعني رديته على النار مرتين وبس. يلا بقى نروح نشوف احنا هنعمل فيه ايه. خبطيه بقى كده خبطتين علشان لو في اي حاجة كده مكتلة تفك معاكي. اخبطيه كده خبطتين جامدين كده هيفك معاكي على طول. شايفين؟ سلكي بقى اي حاجة كده شابكة في الشاشة او في الشال بتاعك. تمام. ودي كده خلاص اخر مرحلة معانا. هنفككه بقى من بعضه. شايفين ما شاء الله عليه، يعني تاني مرة كمان ومفيش يعني بسم الله ما شاء الله حاجة مكتلة. لو في بقى عندك تكتلات زيادة ولا حاجة هتعمليه بقى بالسمنة زي ما هتشوفي دلوقتي، وممكن بقى ترجعيه في الكبة تضربيه في الكبة تاني. انا هنا مش هحتاج ان انا اضربه في الكبة تاني، بسم الله ما شاء الله، يعني هو مفكك من بعضه خالص. شايفين؟ مجرد بس ما بعمله كده بايديا بيتفكك خالص، مفيش اي حاجة معجنة خالص ولا اي حاجة مكتلة.
وبسم الله ما شاء الله، يعني ما هدرش معايا اي عجين ولا اي زيادات. معايا بقى هنا سمنه بلدي او اي نوع سمنه بقى حسب ما تحبي، حابه تستخدمي بقري جمسي زي ما تحبي. لو عايزاه لونه يكون اصفر اللي هو اللون الاصفر الغامق بتستخدمي سمنه بقري، او تستخدمي زبده نيوزيلندي علشان تصفره معاكي. هنا الكسكسي بتاعي طالع معايا فاتح علشان الزبده اللي انا مستخدماها زبده جمسي. هنا بقى انا حطيت حوالي ربع كيلو من السمنه، 250 جرام من السمنه. حابه تحطي نص كيلو تمام، يعني كل ما تزودي السمنه هيكون احسن، بس انا هنا حطيته لفيته بقى بالسمنه كده او رديته بالسمنه. وطبعا بقى انا كده وقت الاكل بحب ان انا احط معلقه سمنه كده في قلب الطبق واسخنه بقى، يعني بسخنه بالسمنه. حابه بقى تشيليه من غير سمنه خالص، وده زي ما بتشتريه من بره. طبعا بره ما بيحطلكيش سمنه في الكسكسي، انتي بقى بتاخديه وبتعمليه بالسمنه زي ما انتي عايزه. تمام. انا بقى بحب ان انا اشيله بالسمنه بتاعتي كده بالشكل ده، واكيسه واشيله في الديب، ووقت الاكل بطلع اسخنه. عندي سمنه بحط، ما عنديش خلاص هو كده واخد السمنه بتاعته. بس لو حابه ازود بزود بقى. تمام. هقدمه بقى كده بالشكل ده. طبعا هو سخن، انما لو بارد بحط معلقه سمنه على النار وبروح مسخنه في الكسكسي بتاعي، اقلبه كده بقى بمعلقه السمنه، وده بيكون احسن كمان. هنا بقى انا هرش شويه سمنه كده على الوش، لان انا لسه اساسا عاملاه بالسمنه، لفاه بالسمنه، وهرش بس كده شويه على الوش عشان بحب السمنه فيه زياده. احنا هنا بقى بنحب ناكله بالسكر، ما بنحبش بصراحة ناكله حادق. زي ما حضرتك بقى تحبي، حابة تقدميه مع حطيت بقى عليه سكر بودرة وفول سوداني، اي نوع مكسرات حابة بقى تقدميه عندك. تمام، اللي متاح عندك بتقدميه. تمام. انا كان عندي الفول السوداني وقدمته بالشكل ده. عايزه اقول لكم بقى طعمه جميل ومش بيشرق ولا اي حاجه، وتاكليه كده خفيف في البق. تمام. زي ما انت شايفه كده طعمه تحفه جدا. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم، وما تنسوش اللايك لو لسه ما ضغطتيش اللايك لحد دلوقتي. وممكن تاكليه بقى مع البط مع اللحمه والمكسرات زي ما تحبي. والسلام عليكم ورحمه الله. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. الوزن معايا طلع 3 كيلو من الكسكسي.